قعدتوا تقولوا على ارسنال فيل على الشجره، فيل على الشجره، وميتين يوم الفيل هيقع خلاص اهو. انتوا عارفين من حرقه الدم انا ما عرفتش اصور في نفس الوقت الماتش خلص فيه. قعدت اكتر من ساعه اهو علشان اعرف اقول كلمتين على بعض كده. هو ليه ميتين سيناريو كل موسم ده؟ مش فاهم انا. يا عم ما تعشمنيش، يعني ما تعشمنيش من اول الدوري وراكب الدوري واول اول اول بعد كده هوب هتقع. ليه؟ يعني من قبل ما حيلتها ارتيتا يجي كنا كل موسم بنخش اول الموسم كده، ايه، من اول الموسم واحنا بنخش عارفين ان احنا مش هنعمل اي حاجة، ما بننافسش على حاجة. بنخش نخلص كده الموسم بنخلصه بموسم بالسادس السابع كده، والدنيا بتبقى بتمشي حلوة يعني. او بنكون عارفين ان احنا هنخلص سادس السابع، بنكون متأكدين ان احنا مخلصين سادس السابع. أي نعم كان دمنا بيتحرق في الماتشات وكل الكلام ده، بس ما بيكونش، ما كنا عارفين ان احنا مش هننافس ولا بننافس على الدوري، فاهم؟ اما جه حلتها بقى، تمام، بقينا كل موسم نخش في اول الموسم نلطش في الفرق كلها وهوب ونطلع اسلحة من ورا ظهرك ومن كل حتة، تمام، وتيجي في اخر الموسم تقع على وشك، نفسك قصير انت. ده مشكلتي مع الزمالك برضو، ده مشكلتي مع الزمالك ان احنا بنعمل نفس المشكلة، احنا نفسنا قصير. قبل طبعا السير معتمد جمال. من الاخر كده، من الاخر ارتيتا خلى ارسنال عنده سرعة قصف، بقى بيخلص الباور بتاعه بدري، بقى بيخلص يعني كل حاجة بدري، ويجي في الاخر ما فيش حاجة، ما فيش. طب فين الاداء؟ مفيش. فين الفوز؟ فين لستة الفوز؟ فين الدوري؟ مفيش. فين الرابطة؟ مفيش. فين الكاس؟ مفيش. طب ايه انت هتجيب لنا ايه؟ بقالك 5 سنين اهو عمال بتبني ايه هتصب امتى؟ هتشطب امتى؟ هنسكن امتى يا عم؟ ده انت ايه يا عم؟